بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنشرح الجي او اي. هنشرح حاجتين في الجي اي: التكست بوتون والفريم. هنشرح اول حاجه فريم ونبدا بالخصائص بتاعته. فنيجي هنا عند ستارتر جي اي وهنعمل سكرين جي اي. لازم عشان تعمل جي اي لازم تبقى بالسكرين ونضيف جواها فريم. عندك ظهر لك فريم كده. هنخش نشوف الخصائص بتاعته، نشوف الحاجه اللي هتهمنا فيها. عندنا الباك جراوند، قرر لون الباك جراوند بتاعت الفريم. لو جيت هنا غيرت اي حاجه هتلاقيه بتغير معاك. والباك جراوند ترانسبيريتي، الشفافيه بتاعت البارت ذات الفريم ذات نفسه. لو جيت غيرتها هتلاقيه بيختفي معاك. والبوردر، ان يعني البوردر خليه مثلا احمر. لو مظهرش معاك لازم تغير في البوردر سايز، تغير حجم البوردر عندنا بزيرو نخليه مثلا 10. والبوردر مود، نوع البوردر هنا عندنا البوردر من بره الفريم. لو عايز تخليه من جوه تخليه انسيت. وميدل اللي هو بيخليه من نص اخر الفريم لحد الاخر. هنشيله دلوقتي مش محتاجينه. وعندنا البوزيشن. طب ماشي، البوزيشن عندنا انت مثلا البارت عندك فريم عندك هنا عايز تخليه في نص الشاشة. عندنا الشاشة عبارة عن العرض اللي هو بيبقى اكس، والطول اللي بيبقى واي. لو جيت هنا بصينا على البوزيشن عند الاكس هتلاقي عندك السكيل والاوفست. السكيل ده عبارة عن الاكس بتاع الشاشة كله. بص لو جيت هنا خليتها بس في اخر الشاشة هتلاقي عندك السكيل هنا بقت بواحد. لو خليت هنا واحد هتلاقيه راح اخر الطول، اخر العرض. لو خليت هنا زيرو تبدأ من الاول. عندنا اي فريم بيبدأ عندنا زي ما احنا شفنا هنا فريم، هتلاقيه بدأ عندك من فوق. فوق دي معناتها ان لو جيت هنا عند البوزيشن خليت السكيل عندك بزيرو، والواي عندك هنا برضه زيرو، تلاقيه بدأ عندك من نقطة البداية اسمها نقطة الأصل هي زيرو زيرو. وعندك الطول هنا لو خليت مثلا تحبها من عند زيرو كده، وعايز تخليها في آخر الطول عندنا إن هو بيبقى واي، فخليت هنا واحد تلاقيه في آخر الطول. هو ادولك في الآخر خالص، فأنت عايز تطلعه شوية لفوق. عندنا في الواي لو تطلع حاجة لفوق هتتعامل بالسالب عند الأوفست، ولو لتحت هتتعامل بالموجب العكس. وعندنا في الإكس لو خليت مثلا، خليه فوق هنا كده، خليها سالب 60، هتلاقيه برضه مطلعش فوق. فنجرب تاني، خليه سالب مثلا 100، أو شوية 120. لو عايز تغيره مثلا كده، خليه يروح ناحية اليمين من ناحية الإكس، تبقى عندنا بالموجب. فلو خليت هنا مثلا 60 تلاقيه بيتحرك بالموجب. لو عايز ترجعه لورا سالب 10 تلاقيه بيتحرك لورا. طب احنا دلوقتي عايزين نخليه في نص الشاشة. نص الشاشة دي معناتها ايه؟ احنا قلنا الطول بتاع الإكس، العرض بالإكس والواي بالطول، فاحنا عايزين نخليها في نص الإكس ونص الواي، يعني في نص الشاشة بالظبط. يعني نكتب هنا عند السكيل نص، وعند الواي نص. اللي برضه زي ما انت شايف كده ما بدأش من النص بالظبط، لو لاحظت مش هتلاقي ده نص. ليه؟ لو هنا عند الانكور بوينت، نقطة التحكم بتاعت الفريم، عشان نعرف نشوفها نخليها مثلا أول حاجة هنا نخليها نص. دي الانكور بوينت، نتحكم في الاتجاه بتاع الفريم ذات نفسه من أي حتة. عايزين نتحكم من نص الفريم ذات نفسه عشان نحركه مسكنا كده كأننا مسكنا من هنا كده ونحركه من النص. أما لو خليت هنا مثلا بوينت 2 هتلاقي الفريم هنا كأنك مسكت هنا الفريم وتحركه من هنا. ولو خليته هنا نص كأنك تمسك الفريم من هنا وتحركه كده. هنا جوه الانكور بوينت الإكس والواي، تخلي واي هنا مثلا واحد، في الآخر نفس الحاجة بتاعت السكيل، بس عايزين نخليها نص عشان في النص بالظبط. ونيجي عند الفريم مع البوزيشن خليها نص. زي ما انت شايف كده بقت في النص. ماما تغير حاجة بالشاشة هتلاقيها برضه ثابتة في النص. رحت عند التيست ودوس عشان تخليها تليفون، هتلاقيها برضه ثابتة في النص معاك في التليفون. خلصنا البوزيشن. الروتيشن، نغير في الروتيشن بتاع البارت بتاع الفريم، مش عارف ليه ثابتة معاه برضه. والسايز عندنا نفس فكرة البوزيشن، عندك السكيل والأوفست. والأوفست عندنا 100، لو شلنا الزيرو خلينا كده مش معقول. عايزين ناخد 2/10 من الحجم بتاع الشاشة عشان نزيرها من الطول. خلينا برضو عند السكيل بوينت 2. لو جيت بقى تغير الشاشة هتلاقي بتغير معاك الحجم. طب انت عاجبك الحجم هنا شايفه انت صغير فعايز تكبره تاني، عايز تكبره من العرض فتيجي عند الأوفست بتاعت الإكس وتزود، هتلاقيه يتغير معاك الحجم. ونفس الحوار عند الواي، خليها ثابتة نص كده.
فبرضه ثابت معاك كان في النص وبيتغير مع الحجم معاك في السايز. نفس الحوار برضه لو جيت في التليفون غيرت مثلا حاجة بالتليفون كده، التليفون مختلف هتلاقيه برضه بيتغير معاك. والزد اندكس عندنا خلينا نبقى فيزيبل الاول. فيزيبل كده بتخفي الفريم ذات نفسه خالص، مش هتقدر تشوف شكله اي حاجه. نبص تاني، هنا عندنا بوليان بترو فولس. والزد اندكس مثلا عندك هنا 2 فريم، خلينا نغير لون واحد فيهم. فانت عندك الفريم اللون اخضر فوق الفريم اللون ده، فانت عايز تظهر اللون ده على الفريم التاني. فيجي عندي زد اندكس، هنا عندنا الزد اندكس بتاعت الفريم ده بواحد، وهنا عندنا برضه بواحد. عشان تظهر حاجه فوق حاجه لازم تغير الرقم بتاع زد اندكس ده على من التاني. فعندنا هنا دي بواحد فنخلي دي اتنين تلاقي ظهرت فوقيها. هنا عندنا بقى دي اتنين وخليت هنا دي تلاتة تلاقي ظهرت فوقيها، وهكذا. بعد زد اكس عندنا كليبس تستن. عندي مشكلة مع كلمات التوي ده، كليبس دي، كليبس ديس، مش ناطقها. ايه بقى الكليبس دي؟ لو جينا ضفت جوه الفريم تكست طلعته بره فريم، فانت عايز تخفي اي حاجة بتطلع بره الفريم ذات نفسه. فلو فعلنا دي كده هتلاقي خفاها، خفى الحتة اللي طلعت بره. ولو شلتها تظهر تاني. ماشي خلصناها برضو. نعمل حاجة تاني، حاجة دي كلها هنستخدمها في اليو اي مش في الفريم. ماشي كده خلصنا الخصائص بتاعتها، نخش على اليو اي ستروك. ضيف يو اي، عندي زائد هنا ضيف يو اي ستروك. فكرتها نفس فكرة البوردر بس ممكن تتحكم بيها أسهل. السكنس هنا لو غيرت رقمه هتلاقيه بيكبر حجم البوردر، والكولر تغير اللون. وعندنا اللاين جوين مود، الشكل بتاع البوردر. عندنا راوند هنا دائري، وبيفل هنا هتلاقي الشكل الغريب ده. وميتر اللي هو بيبقى حادي زوايا، اللي بيبقى بوردر عادي. وترانسبرنت الشفافية بتاعته تلاقيه كده بيختفي. وبس كده تقريبا خلصنا اليو اي ستروك. نخش على اللي بعده اليو اي كورنر. لو ضفنا اليو اي كورنر لاحظ الفرق بتاع الفريم دلوقتي هتلاقي حد هنا حد في الزوايا. فعايزين نغير نسبة عايزين نغير الكورنر بتاعت نفسه منخلوش حاد، فهتلاقي هنا بص مبقاش حاد. فعايزين نغيرها مثلا هنا. يفضل هنا متستخدمش السكيل بتاعتها. لو عايز تطلع من السكيل بس تخليها في الدايرة فهتخليه هنا بص، تلاقي قلبت معاك الشكل الغريب ده. انت عايز مش هتقلب معاك دايرة عشان احنا مغيرين في حجم الفريم اللي هي السايز. ونشيل السكيل دي نخليها هنا مثلا 100، وهنا 100. هتلاقيها قلبت معاك دايرة. فتخليها دايرة دي معتمد على حجم السايز بتاع الفريم. هنا برضه هنا معاك دايرة، فلو انت مش هتستخدم سكيل فكك منها، خليها في الأوفست. كده 10 هتلاقي الحواف عندك بدأت تقل، مهما زود هتلاقيها بتقل معاك. خش على اليو اي ليست لي اوت. نكبر بس حجم الفريم ده كده. نغير لونه عشان عيني تعمد الصراحة. ونضيف جوه اليو اي ليست اوت عشان نشوفها بقى. نضيف جواها أي حاجة مكان مثلا نضيف فريم تاني. ولو جيت تحرك مثلا فريم هتلاقي المكان بتاعه ما بيتغيرش. فلو عملنا فريم تاني جواه هتلاقيه مهما بيزود الفريم هتلاقيه بينزل تحت لحد ما يخرج جوه الفريم الأساسي ذات نفسه اللي هو الأساسي هنا. فأنت عايز تحل المشكلة دي تخلي أول ما يخلص هنا يخش على السطر اللي بعده هنا. هنا عند اليو اي ليست لي اوت، وهنا في الخصائص بتاعته هتلاقي حاجة اسمها ورابس. بتعمل وراب أو بتعمل انتقال. لو حاجة خرجت هنا بتوديها السطر اللي بعده، فلو فعلناها هتلاقي ظهرت معاك هنا كده. وعندنا هنا تاني برضو البادنج، هتلاقي هنا الفريم ذات نفسهم كلهم لازقين في بعض. عندنا برضو نفس الفكرة سكيل واوفست.
بس لو جيت هنا خلصت خليتها في السكيل خليتها مثلا 2.2 هتلاقيه بتخرج معاك من بره. فأي فترة ما تستخدمش السكيل هنا براحتك عادي. خلي مثلا دي 10 كده، هتلاقي بعد 10 كل فريم. لا نكمل حاجة تاني. فليب دايركشن، الاتجاه بتاع الفيل ذات نفسه بيملولك من الطول فيرتيكال، والعرض الهوريزونتال اللي بيبقى بالعرض. لو نخليها هوريزونتال هتلاقي ملاك بالعرض، الفيرتيكال كده. السورت اوردر، الترتيب بتاع الفريم. عندك هنا النيم، لو عندك مثلا حاجات متقسمة هنا الأسامي بتاعتها مثلا في فريم A و B وكده، يعني هترتبها لك على حسب الاسم بتاع الفريم ذات نفسه. عندنا برضه السلكت اوردر، هتلاقي عندك فيها لي اوت اوردر اللي هو الأساسي. لي اوت اوردر عشان نفهمها، خلينا نشيل بس حبة فريم من هنا ونيجي عند الفريم هنا وتكتب لي اوت اوردر. هتلاقي عندك هنا هي عندها بتبتدي من أول بزيرو، فاحنا عايزين نرتبها. يعني مثلا دي 1 ودي 2 دي 3، ونغير اللون عشان نعرف نحسبهم. خلي مثلا دي لونها كده. تلاقيها مترتبة معاك على حسب اللي اوت اوردر اللي انت حطيته. يعني عندنا 1 2 3، خليتنا بس عايزين نجيب دي مكان الأولى، فنخلي دي 1 واللي كانت 1 نخليها 3. هنا اتغيرت معاك. كمل هنا في الليست. عندنا الهوريزونتال الاينمنت، العرض الترتيب بتاع العرض. عندنا العرض هنا ليفت، لو خليتها مثلا رايت هتلاقي ناحية اليمين. الهوريزونتال بيتحكم في الاتجاه بتاع في العرض ذات نفسه. والخريطة سنتر هتلاقي وقفت في النص. والهوريزونتال فليكس، ثواني كده نشوف معانا فليكس. عندنا هنا الهوريزونتال فليكس، المرونة بتاعت العرض ذات نفسه. عشان نشوف يعني عندنا بنون يعني مفيش حاجة، خليتها فيل هتلاقي بتملى العرض، طول العرض بتاع الفريم الأساسي كله. وخليتها نغير مثلا في نخليها سبيس اراوند، هتلاقي بيعملك مسافة حوالينهم. سبيس اراوند. خليتها سبيس بتوين، بيعملك مسافة ما بينهم، كل واحد بيعمل مسافة. وسبيس ايفنلي بيعمل مسافة بتوين واراوند الاتنين مع بعض. ليه بيعمل كده؟ عشان تشوف الفرق. لو خليتها اراوند اللي ما بينهم فرق اهو. رجعنا. عندنا الفيرتيكال الاينمنت، العرض، الاتجاه بتاع العرض. هنا عندنا توب اللي هي بيبقى فوق، نخليها سنتر هتبقى في النص، وبوتوم من تحت. وعندنا فيرتيكال فليكس، المرونة بتاعت الفيرتيكال اللي هي شبه الهوريزونتال فليكس، فهنخليها سبيس اراوند. مش هتظهر معاك هنا عشان لازم ثانية. خلينا فليب دايركشن، خليها فيرتيكال، هتلاقيها ظهرت معانا سبيس اراوند، سبيس بتوين، وسبيس ايفنلي برضه، وهكذا. هو تكتر هتلاقيه بيظهر معاك لحد ما يخرج بره الشاشة كده. عشان انت خلصت الحجم بتاع الفريم، وخلاص كده خرج بره الحجم بتاع الفريم. فكده نكون تقريبا خلصنا است خلصنا كده، نكون خلصنا اليو اي ليست. خلينا نخش في اليو اي بيج لاي اوت. نيجي عند فريم، نعمل اليو اي بيج لاي اوت، ونعمل فريم جديدة. هتلاقيها ظهرت على اليمين. خلينا بس نكبر الحجم بتاعها. عشان نشوف الفرق ما بينهم لازم في الأول نضيف فريم تاني. واليو اي بيج لاyout عبارة عن بيعملك زي لسه، وممكن تجيبها من اليمين للشمال عشان تستخدمها من الماوس. لو انت في الكمبيوتر هتستخدم البلية، تحرك بالبلية هتلاقيها بتتحرك معاك. ولو انت في التليفون كده ونشغل، مش لازم تشغل صح؟ بس أنا للأسف مش في التليفون، مش عارف أعملها. من فكرة يعني التليفون هتلاقي بالتاتش تتحرك يمين وشمال، هتلاقيها بتتحرك معاك. نخش بقى في الخصائص بتاعتها. أول حاجة الأنيميشن، لو شلت مثلا من عليها
وجيت تحرك هتلاقيها بتتحرك من غير انيميشن. يعني اللي هنا دي كانت هنا بس ما شفتش ان هي مفيش انيميشن. راح عدل انيميشن تاني تلاقيها بتتحرك معاها. والسيركل هنا عبارة عن بيدخلها لك جوه لوب. يعني مثلا عملت كده بص، اول ما تخلص هتلاقيها جت تاني. بص اول ما تعمل كده هتلاقيها خلصت وجت تاني من الاول. يعني بص احنا كده دي راحت كده، اول واحد دي معاها هتلاقيها بدأ من الاول خالص. وعندي هنا الايزن دايريشن ايزن ستايل دي فيها ليها فيديوهات على اليوتيوب عشان هي زي ما انت شايف كده كتير قوي. خلينا نشوف مثلا مثال كده. تلاقي الانيميشن عندك شكله اتغير. شايف كده؟ شوف الفرق ما بينهم. خلينا بس نركز هنا كده. شايف شكل الانيميشن ورجع زي ما كانت في الاول. تلاقي بص كأنها بتعمل ديباونس او بتعمل ارتداد. انا رجع كده شكلها كانت احسن الصراحة. كيوبيك وين اوت. عندنا البادنج اللي هو المسافة ما بينهم هنا كده، لو غيرتها مثلا عندنا برضه السكيل والاوفست لو خليها نص ده طلع برا الشاشة. كنت حركة تلاقيها كده جا زيرو زي ما كانت. توين تايم المدة بتاعت الانيميشن يعني بص كده بتخلص في ثانية. لو نقصتها هنا خليتها 2/10 كده تلاقي خلص بسرعة. عندنا تاني فليب دايركشن نفس اليو اي ليست. لو جيت هنا خليتها فيرتيكال هتلاقيها بتيجي بالطول، ولو حركت كده فوق هتلاقيها بتتحرك. هو معلومة يعني لو انت بالماوس وجيت هنا لو جيت تحركها بالبلي هتلاقيها بتقرب. لازم تبقى جوه الفريم ذات نفسه يعني كده. انت تتحرك جوه الفريم. هو نفس الكلام مع التليفون برضه تتحرك تاتش جوه الفريم. عندنا السورت اوردر هي نفس الليست لي اوت. لو جيت هنا خلينا اللون هنا مثلا بتاعها لون مختلف. جيت هنا عند اللي اوت اوردر خلي الاتنين ودي واحد هتلاقيها بدأت بالعكس اهو. نكمل هنا. خلصنا دول الالاينمنت. الهوريزونتال العرض بتاعها هنا بادئة معانا من الشمال لو لاحظت كده هتلاقيها بتبدأ من الشمال. نرجع نخلي دي مثلا سنتر اللي بدأت من النص عندك هنا من النص تتحرك. لو خليتها رايت هتلاقيها بتبدأ من الناحية دي أو زي ما انت شايف كده. والفيرتيكال لو خليتها دي سنتر بقيت خليتها بوتوم هتلاقيها نزلت من تحت وهكذا. وعندنا في الانبوت هنا عندنا بتاعة الماوس السكرول ويل العجلة بتاعة الماوس. لو شلتها بتتحرك كده هتلاقيها مش هتتحرك معايا. والتاتش انبوت انيبل دي بتاعة اللمس بتاعة التليفون. لو شلتها كده مش هتقدر تتحكم في التليفون، مش هتقدر تتحرك بالتليفون. والجيم باد انبوت بتاعة البلاي ستيشن الدايرة بتاعة البلاي ستيشن بتحركوا بيها. وأظن كده مفيش حاجة تاني. كده خلصنا كده كل دول. نيجي على السكريبت. مثلا احنا دلوقتي جوه الفريم ده انا لو الماوس كده بره عايز اطبع لو الماوس دخل جوه الفريم، وعايز اطبعه لو هو بيتحرك جوه الفريم او لو خرج بره الفريم. فنيجي عند الفريم هنا نضيف لوكال سكريبت. وعشان نحدد الفريم ذات نفسه اللي هو هنا هتكتب لوكال فريم. عشان نجيبه هنكتب سكريبت عشان نحدد السكريبت بتاعنا. ونجيب البيرنت بتاعه اللي هو يبقى الفريم بيرنت فريم دوت ماوس موف ماوس انتر عشان تعرف لو الماوس دخل جوه الفريم. كونكت فانكشن تلاقي في الفانكشن بيديك الاكس والواي المكان بتاع اللي دخل منه الماوس. هيجي نكتب بريك ماوس انتر ات خلينا يطبع الاكس ويطبع الاي. وعايزين نعمل برضو واحدة لو الماوس خرج برا الفريم. هنكتب ماوس ليف. هنكتب من هنا ماوس ليف. نخش نشغل. هو بص جيت دخلت جوه الفريم تعرف هيطبع لك ان هو دخل جوه الفريم. جيت طلعت هيطبع لك ان هو طلع برضو في انهي مكان. عايزين بقى نطبع لما يتحرك جوه الفريم ذات نفسه. خلينا نشيل دول كده. فريم دوت ماوس موف. عندنا غير الماوس موف عندنا الماوس ويل فورورد لو حركت البلية بتاعت الماوس لفوق او حركت البلية بتاعت الماوس لتحت. كونكت فانكشن هنا مش هتاخد حاجة من الفانكشن او لما اوصل الصراحة نسيت تاخد الاكس والواي. فهيكتب له كاونت موفد
ات اكس والواي. فاحنا دلوقتي جوه بره الفريم، الحركه مش هتبقى حاجه، دخلنا جوه الفريم تلاقي البركه متحرك في أي حته. نكون خلصنا الفريم، خش بقى بعديها على التكست بوينت، تكست بوتون. عشان تعمل بقى بوتون في الفريم ذاتنا في السكرين جي اي عندك اتنين، الايمج والتكست بوتون. ايمج بوتون اختلاف عن البوتون بس إن انت ممكن تحط فيها صورة. لو جيت هنا عند الايمج نزلت الخصائص هتلاقي عندك الايمج اهو، ممكن تحدد صورة جديدة، بس للأسف ما عنديش صور. بس الفكرة يعني انت ممكن تضيف صورة هنا في اللعبة ذات نفسها، وهتطلع لك هنا في الفريم ذات نفسه في الايمج ذات نفسها. انا للأسف ما عنديش صورة اغير عليها. نخليها دلوقتي في البوتون ذات نفسها الأساسية. ممكن تستخدم نفس خاصية اليو اي بتاعت الفريم، ممكن تستخدم الكورنر والستروك وهكذا. خش في الخصائص بتاعتها، عندنا الانكور بوينت نفس الفكرة. لو لاحظت هنا تلاقي الانكور بوينت فوق على الشمال هنا 0 0، قلت لك دايما البداية بتاعتها بتبقى على الشمال فوق خالص. لأن الانكور بوينت هنا اهو، لو خلينا نص تلاقي جت في النص هنا اهو. وعندنا الاوتو تين كولر ملهاش لازمة دلوقتي. خلينا باك جراوند كولر، خلينا مثلا اللون ده هيتغير معانا برضه نفس الخصايص. هنا عندنا حطيت يو ار كورنر، مش هتقدر تتحكم في البوردر. لو شلتها تقدر تتحكم في البوردر عادي. عشان تقدر تتحكم برضه معاك اليو ار كورنر ممكن تستخدم اليو اي ستروك. ماشي، يعتبر نفس الشيء. نيجي بس على الحاجات المختلفة هنا. عند التكست، الخصائص بتاع التكست هنيجي فونت فيز والشا، العيلة بتاعة الخط. ممكن تغير الخط ذات نفسه، ندخل خليتها هنا. عندك دي، عندك كذا خط هنا ممكن تختار ما بينهم. والبولد لو خليتها بولد هتلاقيها كده بدأت تبان معاك إن هي بقت أتخن. نغير الخط بس، زي مثلا لو شلت هنا البولد هتلاقيه شكله اتغير. وعندنا الأي بيخلي الخط كده مايل. هنا بتغير التكست ذات نفسه، ممكن تسميها أي حاجة، ليبل أي حاجة. والتكست كولر بتغير لون الخط. وعندها تكست سكيل بيبقى على حسب الباك جراوند، بيغير الحجم على حسب الباك جراوند. لو غيرت كده تلاقيه بيغير معاك حجم الخط. والتكست روك بيعمل لك زي خطوط حوالين الحرف ذات نفسه. لو جيت تعملها مثلا، خلينا نغير، خلينا اللون، اللون كده يبان مثلا اخضر. مش هيبان معاك دلوقتي، لازم تغير في الترانسبيرنتي بتاع التكست روك، خليه 0. هتلاقيه بدأ يعمل معاك خطوط حوالين الخط. ممكن تخلي الشفافية بتاعته نص مثلا حسب ما انت تحب. والتكست ترانسبيرنتي الشفافية بتاعت الكلمة ذات نفسها كلها. والتكست، مش دي، تكست اكس الاينمنت. لو خلينا مثلا ليفت، على حسب الاكس هتروح الاكس كده ليفت عن الاكس. هنكبر حاجة كده. تشيل تكست سكيل كده ليفت، وخليتها رايت سنتر. وعندك في الواي تخليها توب بوتوم اي حاجة. بس كده تقريبا خلصنا التكست برضو. تكست بوتون هنعمل كده. وعندنا برضو التكست سايز، الحجم الخط ذات نفسه مش هيكبر معاك عشان احنا حاطين تكست سكيل. فلو شلناها هتلاقيه بدأ يتغير معاك اهو. كده خلصنا التكست والفونت والتكست. هنخش على السكريبت، نحدد احنا عايزين نعمل ايه. كده احنا معانا بوتون، وهنعمل فريم هنا كده ونظبطه كورنر. احنا دلوقتي، انا عايز دلوقتي اول ما ادوس على الليبل هنا يفتح لي التكست ده. هنعملها ازاي؟ لو جينا عند الفيسيبل خلينا فولس هتلاقيه اختفى. وعايز لما ادوس هنا تاني يخليه يظهر تاني. عشان نعمل كده بالسكريبت نيجي عند التكست بوتون، نعمل لوكال سكريبت. مش لازم تحطها جوه التكست او الفريم، ممكن تحطها بره بس عشان نسهل. ونجيب البوتون ذات نفسها لوكال بوتون يساوي سكريبت. نجيب البيرنت اللي هو البوتون، ونعمل بوتون دوت. ممكن تغير بقى كل الخصائص بالسكريبت. دلوقتي عايزين نعمل بوتون وان كليك، ماوس باونت وان كليك مش معناه بس نعمل ماوس، ممكن تدوس حتى بالتليفون الضغط عليها. ونعمل كونكت فانكشن. عايزين اول ما ندوس يعمل ايه؟
يخلي الفريم ده الانفيسيبل بتاعته تبقى عكس اللي موجودة. خلينا نجيب اول حاجة فريم لوكال فريم بيساوي كريبتو بيرنت. كريبتو بيرنت يعني هو دلوقتي في تكست بوتون، عايزين يطلع لهنا، خليه هو السكرين جواب. كريبتو بيرنت تاني دوت فريم عشان نحدد من البيرنت ده الفريم هنا. نعمل فريم نغير في الخصائص بتاعته اللي هو الفيسيبل، هتساوي نوت فريم دوت فيسيبل. معناها ايه نوت فريم دوت فيسيبل؟ اولا فيسيبل عندنا هنا دلوقتي بترو، فانت لما تقول له نوت فيسيبل اللي هي بترو دي هتبقى فولس، هيجيب لك النوت دي بيجيب لك عكس، يعني دي لو بترو هيبقى بيساوي فولس، ولو دي بفولس هتبقى بتساوي ترو. خش على الكود جرب، لو جيت كده ودوست هنا هتلاقيه اختفى، لو دوست تاني هتلاقيه ظهر. بس كده اظن خلصنا كل اللي علينا. في طبعا حاجات كتير قوي، بس كده احنا بنخش جوه الاساسي، في بقى اللي انت ممكن تعمل ميني والحاجات دي، بس دي بيبقى ليها فيديوهات خاصة بيها. بس كده نكون خلصنا. السلام عليكم.